رب تكونوا كويسين ويا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا بألف خير. وفاكر الفيديو بتاع النهارده ايه؟ منتجات تجارب منتجات، بس النهارده جبنا منتجات مصريه يا ولاد عشان برضه تبقى في الامان يعني. طيب طبعا احب ان انا المنتجات المصريه احنا عندنا بتاع حاجات حلوه، فالنهارده جبنا منتجات سرايل. ده شركه جديده صنعت في مصر زي ما انتم شايفين. يعني كل المنتجات عندنا مصريه. المنتج ده جديد عندنا. اول طعم البصل. بصوا اهو مكتوب تحت صنع في مصر. طيب قلنا نجرب معاكم المنتجات الجديده دي ونشوف ونشجع صناعه بلدنا. هنقول لكم ايه هم الأكلات. طيب يلا بينا نقطعه. هنا عندنا صوص التشيز الخطيرة، الجبنه وعندك هنا اهو بطعم التشيز برجر. بعد كده الفلفل الحلو. وعندنا هنا سبايسي كريمة من كوريا بس هو من مصر بطعم الكوري الحار. غريب قوي يا جماعة. ده الجبنه متبله. جبنه متبله. واخر حاجه بطعم البصل. فقلنا نجرب معاكم المنتجات. طيب نبدا بجويس الاول. تاخد ايه؟ بقى يا انا بس لسه يا جماعة بس الفيديو يكون غريب قوي. طيب جايز اختارت انها ايه؟ بطعم ايه؟ كوري حار. الكوري الحار. في الاول كده. طب ناخد كده. نبرد في الاخر. نجرب مع بعضينا دي منتجات مصرية. ماشي نجرب كده. لا حراق. يا جماعة حراق. الناس اللي بتحب الحراق. حراق زي ما انتم شايفين. كان نار بجد. حراق. بجد انا حاسه ان انا اكلت بجد. ده جنير هنختار انه طعم بعد كده. جنير اختارت طعم البصل. يا جماعه دايما جريمه بتحب اي شيبسي بيكون بالطعم ده. كنت بصل او مش بختار كده بس يعني انا اول. يعني انت الاول. ايه ده؟ بصوا طعم البصل. ايه ده مالوش ريحه قوي يعني. حلو. طعم حلو. وانا عارفه الدوريتوس. لا زي جيتوس بالظبط بس طعمه حلو. بديلين مقاطعين. طيب. دول بابا. تعالى بابا. طيب انا دايما بحب انا اختار البرجر. برجر. تشيز برجر. مين؟ تشيز برجر. هو برجر. هذا جنيه. عامل زي البطاطس. زي البطاطس بالظبط. بصوا. كباب. كباب. لا حلو برضه. طعمه كباب. على فكره عايز اقول لك على حاجه. الشركه حلوه طعمها حلو لان حاجاتها حلوه جدا. بابا طعمه كباب. صح؟ طعمه كباب يا جماعه مش طعمه الكيس مليان يعني الكيس مليان مش فاضي زي لا مليان. تشيز برجر خالص. ده كباب. سعره؟ بخمسة جنيه يا جماعه. كل الشيبسات دي ب5 جنيه. حسب الكوري. طيب كده لا فاضل لنا 3 انواع. جويس هتختار. عندك جبنه متبله. عندك لا دي جبنه الخطيره. جبنه متبله. وعندك الفلفل الحلو. صراحه. ماشي. طيب يا جماعه جبنه متبله. يبقى 3 بتوعي. واحد ولا كأنه بتاعي. ايه ده؟ كاتشب. ده وين انا اول. ده جبنه متبله. نفس الفكره برضو. ايه دي؟ اوه دي متغرقه كاتشب. يا محطوط عليها كاتشب بقى. اللي هو بدل ان انت هتجيب 15 كاتشب. كاتشب. انا بحب الشيبسي بتاع كاتشب. حلو مش وحش. كاتشب.
طعمه زي الكاتشب بس هو مكتوب عليه جبنه بس انا شايف ان هو كاتشب. وانا ونفس الحاجه في التشيز برجر، كباب طعمه كباب بس هو حلو يعني طعمه حلو. برضه كيس مليان، الكيس يا جدعان بجد مليان يعني اكتر من الشيتوس والكلام ده، مليان مليان. طيب حلو. اتفضلي لنا اول بقى. جنير اختارت الفلفل الحلو. نجيب عن الجبنه شويه. انا اختياراتي موزع. ايه ده؟ برضك عامل زي البطاطس. الله طعمه حلو. هو قوي. برضك اسمه ايه؟ بتاعنا كلنا. طيب لا طعم حلو صدقني، الفلفل حلو طعمه حلو بس زي ما قلت لكم كده الجبنه متبله جايه على الكاتشب مش جايه على ايه ده؟ الجبنه. الفلفل ده حراق سيكا؟ لا مش سيكا، ده فلفل حلو ما قلتش فلفل حراق، فلفل حلو. بجد كانت واحده ربع واحده. كده احنا خلصنا الحراق، خلصنا البرجر، خلصنا البصل، خلصنا الجبنه المتبله وخلصنا الطماطم او فلفل حلو. فاضل عندك الجبنه الخطيره. مش عارفه هو في جبنه اسمها بجد جبنه خطيره ولا هي جبنه بس بيقولوا خطيره يعني. ايه ده؟ السبع الكبير ده جبنه حلوه. جبنه قلبي اكتر طعمه مركز فيهم. لا حلو بس تتبيله شويه جامده كتيره كتيره. بص شكل البتاع. مخليني باكل طلع. طيب احلى طعم الكوري والفلفل الحلو ده وده مع احلى 3 اطعمه. طيب على فكره هو زي البديل وطعمه نفس الاطعمه الثانيه الشركات الثانيه بس احنا قلنا نشجع منتجات بلدنا عشان احنا عاملين مقاطعه لبعض المنتجات طبعا انت عارفين تضامن مع الشعب الفلسطيني. فقلنا نجرب منتجات بلدنا بجد بجد هي نفس الطعم نفس يعني بقول لك نفس لو قلنا كده نسبه 99 او 98 نفس الجوده بتاعت المنتجات الاخرى. فانا بجد حابب ان الناس تتفرج عليه لو لقيت الشركات دي بجد منتجات حلوه يا جماعه لو جميله لقيتوا الستة دول في السوبر ماركت بجد حلوين قوي. حلوين جدا. كل واحد على حسب الطعم، اللي عاوز حراق ده طعمه حراق جدا 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 واللي بيحب الجبنه انا شربت يا جماعه جبنة. كوبايه ميه ومصفى. البصل بجد خفيف طعمه خفيف يعني من احسن الحاجات اللي انا شفتها هي البصل. طيب حبينا نجرب منتجات مصر معاكم النهارده. يا رب يكون عجبكم الفيديو. تحطوا لايك تشتركوا في القناه وعلى جرس. وده بيقول لكم باي. نشوفكم فيديوهات جديده في عيله جويس.